اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. صينيه البطاطس بالفراخ. البيت المصري لا يمكن ابدا يعدي اسبوع من غير ما يكون في صينيه بطاطس بالفراخ، صينيه بطاطس باللحمه، وعلى حسب بقى الست حابه تعمل ايه في صينية البطاطس دي، بنكهات مختلفة وحاجة كده تفتح النفس وتفتح القلب للأكل. تعالوا نشوف عملناها ازاي بطريقة خفيفة جدا وسهلة. يعني مش هتحتاجي ان انت تقفي في المطبخ كتير، وهتبقى كلها طعمها يجنن. اول حاجة حطيت الصينية بتاعتي على البوتاجاز اللي هتدخل الفرن على طول، حطيت شوية زيت وحتة زبدة. طبعا بقى اي نكهة، اي مادة دهنية انت حابة تستخدميها استخدميها. انا حطيت الاتنين عشان يدوني طعم حلو في صينيه البطاطس بتاعتي. على طول كده وهي تزبده، اول ما بتدوب بنزل عليها بفص ثوم. عايزه تاكلي احلى صينيه بطاطس في حياتك، شوحي لها الثوم. ما تشوحيش البصل الاول، لا شوحي الثوم وخلي الثوم كده ياخد معاكي لون جلد خفيف قوي. هيبقى معاكي طعم يجنن وريحه فظيعه. اول ما التوم بتاعي بيبتدي ياخد معايا لون خفيف كده، يكون اللي هو الجلد الخفيف ده، بنزل عليه على طول بالفراخ. ليه؟ عشان الفراخ بتاعتي تشرب ريحة التوم، وبتخليها نكهة، بيديها نكهة حلوة قوي. بديها تقلبتين كده علشان زي ما قلتلك الفراخ بتاعتي تاخد نكهة التوم وتبقى طعمها جبار. هنا بقى ببتدي انزل بقى بالتوابل بتاعتي، بالملح، بالحاجات اللي انا حابه انكه بيها صينيه البطاطس بتاعتي. نزلت الاول بالملح، وهنزل كمان بشويه كمون وشويه فلفل اسود. طبعا اي منكهات انت حابه تستخدميها استخدميها. انا استخدمت المنكهات اللي انا عايزاها واللي انا حابه ان انا استخدمها في الاكله بتاعتي. حطيت شويه بابريكا وشويه فلفل اسود وشويه كمون وكمان شوية بهارات مشكلة، ودلعتها كده بالبهارات بتاعتها. بروح جاية بقى مقلباها علشان برضو تاخد نكهة التوابل. وابتدي اقلب فيها كده تقلبتين صغيرين. هجيب بقى الخضار بتاعي، انا عندي البطاطس وكمان الفلفل والبصل. همسك بقى البطاطس بتاعتي كده، اقطعها طرنشات عليها كده زي ما انتوا شايفين كده، السمك اللي انتوا حاسين ان هو هيبقى مناسب ليكم. انا قطعتها كده طرنشات، لا هي تخينه ولا هي رفيعه، كويسه يعني تستحمل السوا في الفرن مده كويسه. بعد ما قطعتهم بقى هنزل عليهم كمان ببصلايه متوسطه كده، اقطعها طرنشات. انا هنا بقى بقطع البصل طرنشات، لان ما بحبش ان انا اقطع البصل في صينيه البطاطس مكعبات صغيره او مفروم، لان بيبقى بيديها طعم احلى. وهنزل بقى بكام قرن فلفل كده بارد سبايسي اللي انت تحبي تستخدميه، وهديله تقليبه. البطاطس بتاعتي بالطريقه دي رهيبه وفظيعه. انت بقى بتستخدمي الكميه على حسب انت افراد اسرتك. انا بقى بعد ما نزلت بالحاجات اللي انا نزلت بيها، التوابل والثوم والدنيا دي كلها، نزلت بالطماطم المتسبكه. حابه تستخدمي طماطم متسبكه تمام، مش حابه تستخدمي وعندك طماطم فريش هتبقى معاكي زي الفل. انا بس حبيت ان انا انجز في الموضوع وان انا ما اخدش وقت معاها. غطيتها بفويل وسبتها على البوتاجاز لحد ما الطماطم بس بتاعتي تفك، علشان احطها في الفرن بقى. وانا بسيبها كده بتفك، حمرت شويه شعريه علشان نعمل شويه رز بشعريه. صينيه البطاطس يا اما تعملي معاها رز بشعريه، يا اما تعملي معاها رز معمر، مش اقل من كده. لا كده ولا لا، يا كده يا كده، مفيش حاجه تانية غير كده. حطيت بقى بعد ما حمرت الشعريه وشوحت الرز كويس كده مع الشعريه، وحبيت غلفته كويس. طبعا انا حاطه تقريبا تلت شعرية وتلتين رز. غلفتهم كمان بالمادة الدهنية، ونزلت عليهم بالمية السخنة علشان ما تاخدش برضو معايا وقت. هنا الطماطم بتاعتي بقى خلاص فكت. هدخلها بقى اقلبها كويس تقليبه كويسة كده، وادخلها بقى الفرن واحط عليها شوية مية كمان. هي المية اللي كانت فيها ديت انا ما حطيتش اي مية خالص، دي المية اللي كانت فيها ديت من الفراخ ومن الخضار اللي انا حطيته. هدخلها بقى الفرن، وبرجع بقى اطلعها بعد ما طلعت من الفرن، وشوفي بقى الجمال. وهنا بقى تقولي لي وسع وسع لصينية البطاطس الجبارة الفظيعة الرهيبة. هنا لا تقاوم، طعم وريحة فظيع. ريحتها قلب البيت، طعمها فظيع. جربيها بالطريقة دي هتحسي بفرق رهيب في الطعم وفرق رهيب في كل حاجة فيها. شايفين الجمال؟ حاجة كده تحفة تجنن، ريحتها رهيبة وكمان طعمها تحفة. تعالوا بقى ندوق ونشوف عاملة ازاي. حاجة كده روعة، جربيها ومش هتندمي. كده الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ سمسم.
آه، وما تنسونيش في كومنت لذيذ من كومنتاتكم الجميلة، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. شايفين الجمال؟ حاجة كده روعة وممتازة. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد. باي.